النهاردة هنعمل طريقة عمل البرياني الفراخ. أكلة باكستاني مشهورة جدا وطعمها حلو قوي قوي. أول حاجة هجيب معلقة من الزبدة، هحط عليها شوية زيت وأسخن الزبدة شوية على النار، بعدين أحط عليها البصل. هجيب واحدة من الجنزبيل وراس توم، هحطهم هفرمهم في المفرمة وبعد كده أنزلهم مع البصل يتحمروا. اول ما البصل يتحمر هحط بقى فرختين متقطعين صغير ومنقوعين طبعا في خل وملح لمدة ساعتين. وبعد كده هشطفهم وحمرهم مع البصل كويس. بعد ما حمرت الفراخ هنزل بقى بالبهارات احمرها برضو. لما تحمريها مع البصل البهارات بتدي طعم احلى، او تحمصي البهارات عادي بره. حطيت فلفل اسود حب، قرفة، وليمون ناشف، وكزبرة، وكمون. طبعا انا بعمل كمية كبيرة، ممكن تقللي الحاجات دي لو كمية بتاعتك صغيرة. جوزة الطيب وفلفل اخضر حراق وحبهان، ممكن تحطيه سليم او مطحون زي ما بتحبيه، ورق لورا. هحط معلقة ملح كبيرة، انا عشان عاملة 6 كوباية رز فهحط معلقتين كبار من الملح. هقلب بقى كل المكونات مع بعض، هحمرهم كل البهارات. دي 7 بهارات. هحطها كمان، هحط بابريكا وكركم، معلقة بس صغيرة من كل حاجة، وطماطمتين متقطعين مكعبات. بعد ما حطيت كل البهارات هضيف بس كوباية مية على الحاجات واسيبها تتحمر تتسلق مع بعض شوية، وهحط كوباية من الزبادي. بعد كده هضيف عليها مية بعد ما اتسلقت يعني وحسيت ان الفراخ استوت. انا عاملة 6 كوبايات فهحط 12 كوباية مية على 6 كوبايات رز. بعد كده هنزل الرز على الفراخ واسيبهم يستووا مع بعض. لما 90% من الفراخ تستوي هبدأ بقى ان انا احط عليها الالوان اللي بتدي لون حلو للبرياني. حطيت الكركم على المية اداني لون اصفر، وكان عندي الوان طعام لون احمر حطيت لون برتقاني من الوان الطعام او الزعفران، ممكن تستخدمي اي حاجة فيهم المتاح عندك. حطيت لون احمر واصفر وبرتقاني. بعد ما اتأكدت ان ان الرز 90% منه استوى، بعد كده باقي كده عليه 10 دقايق هروح مغطياه وسايباه هو كل سوا بتاعه 30 دقيقة. بعد 20 دقيقة بحط الالوان. هاجي بقى اعمل التشاتني اللي هي الصوص اللي بيبقى مع البرياني. بجيب قرن فلفل حراق وواحدة فلفل رومي عادية وشوية نعناع صغيرين وشوية كزبرة صغيرين برضو. هحط عليهم كوباية من الزبادي و3 فصوص توم ربع كوباية خل صغيرة او معلقتين من الخل، ومعلقة من الملح، معلقة صغيرة من الملح. وهعمل برضو عصير ليمونتين معصورين، هحط عصير الليمون برضو على الخليط بتاعي. دي اسمها تشاتني، دي بتتاكل مع البرياني عند الباكستان مشهورة جدا او الهنود. بس هضربهم مع بعض. بعد كده هيكون الخليط جاهز. هي دي طريقة عمل التشاتني ودي طريقة عمل برياني. ممكن لو حابة تعملي مثلا برياني لحمة تستبدلي الفراخ باللحمة، تحمريها برضو في البصل وبعدين تسيبيها بس تتسلق في مية، مثلا تحطي عليها كوبايتين 3 مية وتسيبيها تتسلق لمدة ساعتين 3 حسب نوع اللحمة اللي بتستخدميها طبعا. بعد ما اللحمة تستوي تماما بتبدأي تحطي الرز وتسيبي الرز 20 دقيقة كده يشرب المية بتاعته. بعد كده تحطي البهارات الألوان الطعام. بس كده، هي دي كانت طريقة عمل البرياني
والتشاتني. يا ريت تجربوا الطريقة دي، بجد حلوة قوي قوي، وكان طعمها فعلا جميل جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو حبيتوا اني اعمل اي فيديوهات تانية عن اي اكلة، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، وانا ان شاء الله هعملها في الفيديوهات الجاية بإذن الله. تصبحوا على خير.